جربتي منتجات كتير جدا وبشرتك لسه مليانه حبوب وخطوط رفيعه ودوختك؟ ما يمكن هي مش محتاجه المنتجات دي كلها، يمكن حاجز البشره هو اللي عندك متدمر وانت مش واخده بالك. قبل ما اقولك نعالجها ازاي هفهمك الاول يعني ايه حاجز بشره عشان نعالج بشرتك صح. حاجز البشره هو عباره عن خط الدفاع الاول لبشرتك، بيحميكي من الاتربه واشعه الشمس والبكتيريا، وهو عباره عن دهون وبروتينات وخلايا جلد ميته ومرطبات ماسكه ببعضها كويس جدا زي الطوب والاسمنت، عشان مش اي حاجه معديه تخش جوه بشرتك. طب ازاي تعرفي المشكله اللي عندك دي مشكلتها اصلا حاجز بشره متدمر؟ شوفي معايا دلوقتي اني من دول موجود في بشرتك، حبوب ملتهبه ومحمره جدا، حبوب متنطوره في كل حته وفيها صديد، بشرتك ما كانتش حساسه ودلوقتي بقت تتحسس من اي حاجه، جفاف شديد قوي لدرجه انك حاسه ان بشرتك مشدوده وكمان بتهرشك بشكل كبير، مسام واسعه وخطوط رفيعه موجوده او ظهرت. طيب اعالجها ازاي او بنسميها نرمم حاجز البشره ازاي؟ اسمعي مني، البساطه هي الحل. انت محتاجه بس غسول مناسب ليكي، مرطب وسان سكرين ومقشر على حسب نوع بشرتك، واهم شخصيه في الروتين ده كله هو المرطب لازم يكون فيه سيرامايد، بيبتايد، هيالورونيك اسيد وجليسرين علشان يعيد بناء الطوب والاسمنت ده كله ويخليهم يتحدوا ويمسكوا مع بعض تاني. واخر حاجه احمي بشرتك من الشمس، استخدمي سان سكرين قوي بس ما شفتيش في الشارع من الساعه 10 الصبح لغايه 4 العصر. طيب انا عرفتك العلاج، كمان عايزه اعرفك ايه الحاجات اللي عملتيها دمرت لك حاجز البشره عندك عشان ما تعمليهاش وما تحصلش معاكي المشاكل دي تاني. بتتعرضي للشمس كتير جدا وبدون حمايه، تقشير زياده عن اللزوم، تستخدمي منتجات كتير جدا وقويه جدا ومش مناسبه لنوع بشرتك، ما بترطبيش بشرتك، ومنتجات كيميائيه ومهيجه بتحطيها على بشرتك، او انك عندك امراض جلديه زي الاكزيما. من الاخر شوفي اي حاجه من الحاجات دي انت بتعمليها وابداي صلحيها من النهارده. اما لو عندك استفسار او محتاجه استشاره اكتبي لي في الكومنتس وانا هرد عليكي، وما تنسيش السبسكرايب.